بتبدأ حكايتنا بأسطورة قديمة بتقول إن حراس الغابة المظلمة كانوا في عداوة كبيرة ما بينهم ما بين البشر، وإن هم منعوا البشر إن هم يوصلوا للغابة المظلمة. والسبب كان إن في يوم من الأيام راجل دخل الغابة المظلمة كان بيدور على علاج لبنته اللي كانت بتموت، وحارس الغابة بالفعل ساعده واداله قطرة من الشجرة الأم في الغابة، وبالفعل الراجل أخدها وقدر يعالج بنته. لكن بعد فترة الجشع أصابه بالعمى وخلاه عايز يحصل على الشجرة كلها لنفسه، والنتيجة لده قامت حرب كبيرة بين البشر وما بين حراس الغابة. وعلشان حراس الغابة يمنعوا البشر من الدخول حطوا حجر كبير على باب الغابة، ومن ساعتها البشر ما قدروش يدخلوا للغابة من تاني. وبتعدي سنين طويلة وحراس الغابة بقوا عايشين لوحدهم بعيد عن البشر. بيجي فصل الربيع وبتظهر بطلتنا اللي بيكون اسمها ماكا، ودي اللي بتكون روح الغابة واللي بتكون فرحانة ومبسوطة وبتتمشى مع صديقها اللي بيكون اسمه سوامبي، وده كان قط على شكل ضفدع، وكانوا رايحين علشان يصحوا الغابة من تلج الشتاء علشان يستمتعوا مع بعض بالربيع. بنروح للقرية بنشوف الناس وهم بيرقصوا هناك وبيستمتعوا بأداء فرقة موسيقية، واللي كان القائد بتاعها هو بطلنا واللي بيكون اسمه لوكاس، وده كان بيعزف على الناي. بتيجي صاحبة الفرقة واللي بتقول للوكاس انها حاسة ان الفرقة ما عادتش زي الاول وان الناس مش متحمسين، لكن لوكاس بيطمنها وبيشجعها ان هم بيأدوا كويس. بعدها بيجي ولا تاني وهو بيجري واللي بيقول للوكاس ان عمه تعبان جدا. في الوقت ده بتيجي عربية واللي بتنزل منها واحدة بيكون اسمها كارلينا، والواضح ان هي كانت غنية جدا، وتشرح للناس ان هي بعد وفاة باباها قررت تيجي تعيش معاهم هي ومامتها علشان تعيد بناء القرية من تاني، في المقابل انها تطلب مساعدة القرويين، وبتعرض عليهم في المقابل فلوس كتير مقابل ان هم هيقدموا لها خدمات في الغابة المظلمة. لكن الناس اول ما بيسمعوا كلمة الغابة المظلمة كلهم بيسيبوها وبيمشوا بعيد. بنروح للوكاس والدكتور بيطلع من البيت بتاع عمه واللي بيقول للوكاس ان عمه خلاص جسمه مش قادر يستجيب لكل الادوية اللي احنا بنديها له. بعدها بتديله ورقة مكتوب فيها الدواء اللي عمه محتاجه دلوقتي على امل ان هو ممكن يخف، لكن المشكلة ان الدواء ده كان غالي جدا. لوكاس بيكسر الحصالة بتاعته لكن للاسف ما كانش فيها غير عملات قليلة. بيبص في ورقة وبيلاقي فيها وظيفة، ودي اللي كانت البنت نشراها في اول الفيلم. بعدها بيروح لبيت كالينا اللي كانت مستعدة انها تقدم مبلغ ضخم لاي حد يقدر يساعدها ويقدر يروح الغابة المظلمة. كالينا اللي بتقدم له ورقة فيها رسمة لشجرة معينة وبتقول له ان الشجرة دي مش موجودة في اي حتة تانية غير في الغابة المظلمة، وان انت مهمتك ان انت تجيب لي ورقة منها. بعدها بنروح للغابة المظلمة، بنروح لكائن هناك بيكون اسمه لاش واللي بيدعو الاجتماع لكل سكان الغابة. كله فعلا بيحضر، وماكا بتيجي متأخرة لانها كانت مشغولة بانقاذ حيوان صغير كان واقع في مصيدة. لاش اللي بيصرح وبيقول ان في نص الليل هنختار حارس الغابة الجديد، وبيحذرهم ان اوقات الخطر بتاعة الغابة قربت، علشان كده لازم نولي حارس للغابة يقدر يحميها. كل سكان الغابة بيسألوا بعض عن مين الأفضل لتولي منصب حارس الغابة. بعدها بنروح للوكاس اللي فعلا بيدخل للغابة مع الحراس بتوع كارولينا واللي بيكون اسمهم إريك وديريك. بمجرد ما بيوصلوا الغابة بيشوفوا حيوانات البايسون. على طول إريك بيطلع السلاح بتاعه وبيوجه بندقيته ناحية حيوان صغير ولسه هيضرب عليه. على طول لوكاس بيشتته وصوت البندقية بيسمع في الغابة كلها. على طول حيوانات البايسون بتجري. ماكا اللي بتاخد بالها من هرولة الحيوانات على طول بتركب على واحد منهم وتلقي تعويذ عليه علشان تهديهم. بعد ما بتنزل من عليه الحيوان بيقول لها ان في بشر في الغابة. ساعتها ماكا بتقرر ان هي تروح تطردهم بنفسها بدل ما تستدعي الحريات تانيين. بعدها ديريك وإيريك بيغضبوا من لوكاس وعلى طول بيرموه في الغابة لوحده وبيقولوا له دور على الشجرة لوحدك. بيسيبهم وبيمشي. بيدور في الاشجار اللي موجودة في الغابة على مواصفات الورقة اللي كانت مرسومة له في الورقة اللي معاه، لكنه للاسف مش عارف يلاقيها. فجأة ماكا اللي بتكون متنكرة في شكل وحش خشبي بتطلع من وراه علشان تخوفه، لكن في الوقت ده لوكاس بيطلع الناي بتاعه وبيبدأ يعزف عليه. ماكا تقف مكانها وبتندهش من جمال الصوت. سوامبي بيحاول يفوقها وبيفكرها بالمهمة اللي جاية عشانها. أول ما بيسمعوا بيبص وراه على طول بيتخض منهم وبيروح يجري، لكنه بيتخبط في الشجرة وبيقع ويغمى عليه. بعدها بيظهر واحد بيكون اسمه هاش، وده بيكون من سكان الغابة. أول ما بيشوف لوكاس على الأرض على طول بيخاف منه، لكن ماكا بتحاول تهديه. بيقول لها احنا لازم نبلغ الحريات، لكنها بتهديه وبتقول له مش شرط ان احنا نبلغهم وانهم هيقدروا يتولوا مهمة لوكاس لوحدهم. على طول بيربطوه وبيحطوه على ظهر حيوان بايسون وبيحاولوا يستجوبوه انت جاي ليه هنا. وهما ماشيين بالغلط بيدوسوا على ديل البايسون وده اللي بيخليه هيج وبيجري على طول، واللي بيخلي لوكاس يقع من على ظهر البايسون. وبالغلط هاش هو اللي بيتربط في الحبل وبيتجر في ظهر البايسون. لوكاس بيقوم من على الارض وفجأة بيشوف ماكا وعلى طول بيفتن بجمالها. بيبدأ يشرح لها هو جاي ليه وان هو محتاج يشوف الشجرة دي علشان
يحصل منها على ورقة علشان يقدر ينقذ عمه اللي بيموت. ماكا بتشعر بالحزن عليه. على طول هاش بيرجع وبيبدأ يهاجم لوكاس، لكن ماكا بتحاول توقفه وبتقترح عليهم ان هم يساعدوا لوكاس علشان ينقذوا عمه، لكن هاش بيفكرها بالميعاد اللي لازم تكون فيه في وسط الغابة علشان حفلة اختيار حارس الغابة. في الناحية تانية بنروح لإيريك وديريك اللي بيكونوا ماشيين لوحدهم في الغابة، وفجأة بيظهر من وراهم الحريات بتوع الغابة اللي بيحاولوا يسحروهم بجمالهم. واول ما بينجذبوا ليهم على طول الحريات بتوريهم وشهم تاني، وعلى طول بيخافوا وبيهربوا. بعدها بنروح للوكاس وماكا وسوامبي وهاش. لوكاس وماكا بيكونوا حاسين بانجذاب لناحية بعض. اول ما لاش بيظهر هاش بيرمي لوكاس بعيد علشان يبعدوا عنه، وعلشان ما يكشفش امرهم بيخلوه يتنكر على شكل شجرة، وعلى طول بيقدموا لاش بان هو ابن عم هاش. على طول لاش بيرحب بيه وبياخده معاه. بنروح لإيريك وديريك اللي بيروحوا البيت كالينا، وواضح ان هم اتبهدلوا جامد. كالينا بتكون غضبانة جدا لان هم فشلوا في مهمتهم وما عرفوش يرجعوا بورقة الشجرة اللي كانت طالباها منهم، وبتسألهم على لوكاس لكنهم بيقولها احنا مش عارفين، وهي بتصرخ عليهم. بتكتشف ان تجاعيد وشها بدأت تظهر. على طول بتجري علشان تاخد قطرة من المصدر بتاعها اللي بيرجع لها شبابها من تاني، ولكن للأسف بتكتشف ان الجرعة خلصت وده بيخليها غضبانة اكتر. بعدها بنروح للغابة وبيبدأ الاحتفال علشان يختاروا حارسة الغابة جديدة. بتطلع الأرواح بتاعة الغابة وبتختار ماكا ان هي تكون حارسة الغابة الجديدة، وعلى طول بيحطوا القوة بداخل جسمها. بعدها ليش بيفكرها بالأعداء اللي لازم تحمي الغابة منهم، واللي كان على رأسهم طبعا البشر. بعدها رئيسة الحريات واللي كان اسمها أوندينا بتحس بالغيرة وبتسأل ليش ليه الأرواح ما اختارتنيش أنا رئيسة الغابة مع ان انا اقوى واحدة في الحريات. على طول لوكاس بيتجر من لسانه وبيدافع عن ماكا. على طول أوندينا بتبدأ تشك فيه، وعلى طول بتبدأ تشم منه ريحة البشر. ده غير ان هي كانت مشككة في ان هو مش ابن عم هاش، وبالفعل بيكتشف ان هو بني ادم. كل كائنات بتنصدم اول ما بتشوفه، وعلى طول كلهم بيجروا وراه علشان يطردوه. على طول ماكا بتساعده علشان يهرب، وقبل ما بيمشي بتديله ورقة الشجر علشان يقدر ينقذ عمه، وتطلب منه ان هو يغادر الغابة بسرعة. بعد ما بيمشي ماكا بتلاقي المزمار بتاعه واللي كان مكسور. على طول بترجعه تاني كأنه سليم. بعدها أوندينا بتيجي واللي بتسأل عن لوكاس، لكن ماكا بتقول لها ان هو هرب. أوندينا مش مصدقة ماكا وتتهمها بان هي ساعدته في الهروب، وعلى طول بتحذر ماكا من الوثوق في اي بني ادم لانهم ما بيعملوش حاجة غير الدمار والخراب. بنرجع لكالينا اللي كانت بتدور على لوكاس باستخدام تلسكوب، واللي في النهاية بتلاقيه راجع بحاجة من الغابة. على طول بتتصل بصديقها واللي بتطلب منه ان هو يتجسس على لوكاس. بنروح للوكاس اللي بيبدأ يعمل الجرعة اللي هيعالج بيها عمه، وبعدها بيجهزها بيشربها لعمه على طول، وبيبدأ يحكي عن اللي حصل له في الغابة وعن ماكا، واللي بيقول له ان هو هيدور على خطة علشان يرجع للغابة علشان يشكر ماكا. في الوقت ده كان صديق لينا بيتجسس عليه من الشباك. بعد ما لوكاس وعمه بيطلعوا بره البيت بيدخل للبيت وبيلاقي ورقة الشجر، وعلى طول بياخدها وبيروح لكالينا. بنروح لماكا اللي بتصرح لسوامبي عن مشاعرها، واللي بتفكر ان هي ترجع لقرية علشان ترجع المزمار للوكاس، لكن في نفس الوقت محتارة وخايفة ان هي تطلع لان هي دلوقتي بقت حارسة الغابة وما عادتش تقدر تعمل كل اللي نفسها فيه زي الاول، خصوصا ان هي خايفة اي حاجة ممكن تحصل للغابة في غيابها. لكن بترجع تقول ان هي خايفة ان لوكاس ما يكونش قادر يعزف تاني بسبب ان هو مش لاقي الناي بتاعه. تاني يوم بنروح لإيريك وديريك اللي كانوا قاعدين بيرسموا شكل الحريات، وواضح ان هم بقوا مفتونين بيهم. بعدها صديق لينا بيدخل من الباب وكان شكله متبهدل جدا. بيدخل لكالينا وبيقدم لها ورقة الشجر وبيعرفها ان لوكاس كان رجع بيها فعلا، وفعلا بتتأكد ان هي ورقة الشجر. على طول بتمسك صاحبها وبتسأله عن اي حاجة تدل على مكانها. بيقول لها انا معرفش اي حاجة، لكن سمعت لوكاس كان بيذكر واحدة اسمها ماكا وان هو عايز يروح الغابة علشان يشكرها. ساعتها بتتأكد ان لوكاس هيرجع الغابة تاني، ودي هتبقى احسن فرصة ان هي تقدر تاخد المصدر ده كله لنفسها. علشان كده بتأمره ان هو يراقب لوكاس وان هو ما يفرقهوش لحد ما يعرفوا يوصلوا للمصدر ده. بعدها بنروح لماكا وسوامبي اللي فعلا بيسيبوا الغابة وبيروحوا لقرية علشان ترجع له المزمار، وعلى طول بتستخدم السحر بتاعها علشان تغير لون شعرها. ده غير ان هي سرقت هدوم من على خيال مآتة علشان تقدر تندمج بين البشر. سوامبي بيدخل من المدخنة بتاع البيت بتاع لوكاس. الكلب بيهوهو علشان ينبه لوكاس، لكن لوكاس كان مشغول جدا علشان كان بيصنع هدية علشان يقدمها لماكا. اول ما بيقوم بيلاقي بنت وراه وبيندهش جدا لما بيعرف ان هي ماكا. بيقول لها ان هو مبسوط جدا ان هو شافها، وعلى طول بيدخلها للبيت. على طول بترجع له الناي بتاعه. لوكاس بيعرض عليها ان هو ياخدها للمعرض بتاع القرية علشان تشوف البشر اكتر وتستمتع معاهم. في الوقت ده الجاسوس كان بيراقبهم، وعلى طول بيروح يبلغ كالينا لوكاس اللي بيفسح ماكا في القرية وساعدها
لها ان هي تلبس لبس جديد، واللي جاب لها كل ده هديه كان صنعها لها. وكانوا بيرقصوا مع القرويين. بعد ما بينتهوا بيجي واحد وبيكلم لوكاس وبيقول له ان هو منبهر جدا ان عمه بقى كويس. ماكا اللي بتبلغ لوكاس ان هي محتاجه ترجع للغابه لان الوقت اتاخر عليها جدا. ساعتها كالينا بتيجي ومعاها ايريك وديريك. لوكاس اللي بيقول لماكا استني لحد ما اعزف لك مقطوعه، وبالفعل بيبدا يعزف. ساعتها بتتفتن بجمال الموسيقى وما بتقدرش تسيطر على سحرها، ولون شعرها بيرجع للون الاخضر تاني، والعلامات اللي على جسمها بدات تظهر من تاني. ساعتها الكل بيندهش وبيستغربوا، وكلهم بيعرفوا ان هي واحده من الارواح اللي موجوده في الغابه، وفعلا بداوا يهاجموها وبداوا يوصفوها بان هي الشريره. كالينا طبعا مش هتضيع الفرصه دي وبدات تستغل الموقف لصالحها. لوكاس بيقف علشان يشرح للقرويين ان ماكا مش شريره زي ما هما بيعتقدوا، وان هي كائن لطيف، لكن فيرل فضل يعلي صوته ويقول ان هي كيان شرير. ساعتها ايريك بيجي وبيغطي وش ماكا وبيقبض عليها. على طول لوكاس بياخد اداة وبيبدا يهاجم ديريك، لكن مفيش اي حاجه بتحوق فيه. بيروح يضربه لكن مفيش حاجه بتاثر فيه وهو اللي بيقع على الارض. بيجي الليل. ماكا بتقدر تستعمل سحرها وبمساعده سوامبي بتقدر تحرر نفسها، لكن الكرويين على طول بيحوطوها. لكن على طول بيظهر ليش اللي بيقدر ينقذ ماكا وبيرجعها للغابه من تاني. لكن القلاده اللي لوكاس كان مديها هديه بتقع على الارض، وعلى طول كالينا بتاخدها. ليش بيقول لماكا ان هاش حكى له كل الحقيقه، علشان كده هو قدر يجي وينقذها. بيمدحها على روحها طيبه، لكن ده ما يمنعش ان البشر كائنات شريره وما يمكنش ان هم يثقوا فيهم. بنروح لكالينا اللي عماله تحرض الكرويين علشان هجوم على الغابه، وبتقول لهم ان دي الطريقه الوحيده علشان نقدر ننقذ نفسنا. في الوقت ده كالينا كانت حابسه لوكاس في البيت بتاعها. كالينا بتجيله وترميله خريطه وبتقول له حدد لي مكان الشجره اللي موجوده في الغابه. لوكاس بيرفض طبعا. على طول بتجيله بحد متغمي وشه شبه ماكا، وبتقول له لو ما قلتليش مكانها فين بالظبط احنا هنقضي على ماكا، وترميله القلاده بتاعتها علشان يتاكد ان هي اللي معاهم. بالفعل بيرضخ ليها وبيقدم لهم علامه لمكان الشجره. بعد ما كالينا بتحصل على الخريطه بيكشفوا وش الرهينه اللي كانت معاهم، وفعلا كانوا بيضحكوا عليه. بعدها بيقفلوا عليه القابو من تاني وبيفتحوا الميه علشان يغرقوه. كالينا بتطلع لكرويين واللي امرتهم ان هم يسلحوا نفسهم باي حاجه يقدروا يهاجموا بيها الغابه، وبالفعل بتطلع بالاله بتاعتها وبيتجهوا للغابه. في الوقت ده لوكاس بيحاول يهرب من المكان قبل ما يغرق. في الوقت ده الكلب بتاعه بيجيله. لوكاس بيقول له روح اطلب المساعده من اي حد. في الوقت اللي ليش كان واقف مع ماكا، كائنات من الغابه بتيجي تحذرهم بان البشر بيشنوا عليهم هجوم، وبالفعل النيران بتبدا تمسك في الغابه. كل سكان الغابه بيبداوا يتجمعوا مع بعض. ماكا بتروح للبشر وبتحاول تهديهم وبتقول لهم احنا بنحاول نعيش مع بعض في سلام. في الوقت ده بتطلع لها كالينا واللي ترفض طبعا، وبتبدا تشرح لماكا وبتقول لها ان الملك اللي جه طلب المساعده زمان من الغابه ما كانش عنده بنت اصلا، وان انا كنت مرات الملك ده، وان انا اجبرته ان هو يكذب عليكم علشان يحصل على ورق الشجر علشان اقدر احتفظ بشبابي. وبتكمل كذبها وبتقول لها ان لوكاس كان بيستغلها علشان يحصل على اموال منها مقابل ان هو يجيب لي مصدر الشجره دي. وعلى طول كالينا بتهاجم ماكا وبتقع وبيغمى عليها. على طول بتبدا المعركه ما بين البشر وحراس الغابه. الكلب بتاع لوكاس بيروح لهاش وسوامبي وبيطلب منهم المساعده علشان ينقذوا لوكاس، وبالفعل بيقتحموا البيت بتاع كالينا وبيقدروا في النهايه ينقذوا لوكاس قبل ما يموت. بنروح للغابه والمعركه لسه قايمه، لكن للاسف ماكا كانت ضعيفه جدا ومش قادره تفعل السحر بتاعها. كالينا بتهاجم ليش وبتلحق بيه ضرر كبير. اول ما ماكا بتاخد بالها من ده بتدرك ان كل ده كان خطأها هي، وعلى طول بتستدعي روح العالم السفلي، ودي اللي بتملاها بالغضب. ليش اللي بيتوسل ليها ان هي ما تعملش كده لكنها ما بتسمعلوش. الروح بتقول لماكا ان استخدام الطاقه بتاعتها هيكلفها حياتها، لكن ماكا ما كانش فارق معاها اي حاجه، وعلى طول بتوافق. على طول بتاخد طاقه العالم السفلي وعلى طول بتتحول للون الاحمر، وعلى طول بتبدا تدمر اي حاجه قدامها. لوكاس اللي بيطلع من البيت بتاع كالينا اول ما بيطلع بيلاقي عاصفه نار قويه، بيتصدم من اللي ماكا اتحولت ليه. بمساعده هاش اللي بيتحول لطائر، لوكاس بيركب فوق ظهره وعلى طول بيطير. بيروح لماكا وبيحاول يكلمها علشان توقف اللي هي بتعمله، لكن ماكا مش قادره تسمعه وعلى طول بيقع. ساعتها هاش بيحكي له اللي حصل وبيحكي له عن مشاعر ماكا ناحيته. ساعتها بيجي له فكره، بيقرر ان هو يعزف على الناي على امل ان ماكا تسمعه. الموسيقى بتوصل لودن ماكا وبدات ترجع لوعيها وبكافح ان هي تتحرر من اللي هي فيه، لكن قوه الغضب كانت اقوى ومسيطره عليها اكتر. بعدها كل كرويين بيطلعوا مع لوكاس وبيبداوا يغنوا معاه، وكلهم بيمسكوا ايد بعض على امل ان ماكا تسمع للناي. وفي النهايه ماكا بتتحرر من الغضب بتاعها، على طول بتقع على الارض. لوكاس بيروح ويمسكها، بيحاول يمسكها من ايديها لكن ماكا كانت ضحت بحياتها. ساعتها لوكاس بيعيط وفي قطره من دموعه بتقع عليها. بنروح لعالم الارواح. روح العالم السفلي بيقول ان البشر هم اللي خلوا
خلوها توصل للحالة دي روح العالم السفلي بتشيد بإرادة ماكا. علشان كده هم اختاروا صح لما خلوها هي حارسة الغابة، لأن هي قدرت توحد البشر وسكان الغابة مرة تانية. لكن ده ما يمنعش إن هي كان لازم تقدم تضحية في مقابل كل ده. لكن بسبب دمعة لوكاس ماكا بتقدر ترجع للحياة من تاني. بعدها بيقوموا بيحضنوا بعض وبيقبلوا بعض، ونتيجة للقبلة دي طاقة سحرية بتخرج من جسم ماكا وبترجع الأرض لأحسن حال. بعدها ليش وعم لوكاس بيقفوا مع بعض وبيمدوا إيد الصداقة من تاني، وبالفعل بيبدأ عصر جديد من الصداقة بين البشر وسكان الغابة. ولوكاس بيقدم الهدية بتاعته من تاني لماكا. بنروح لكالينا اللي بتكون وصلت للشجرة أخيرا اللي كانت بتدور عليها لسنين طويلة. بالفعل بتدخل وبتغطي وشها جوه بركة المية اللي تحت الشجرة، لكن للأسف بدل ما بترجع لبنت شابة بتتحول لطفلة صغيرة، لأن هي غطت وشها بكمية كبيرة من المية، وده كان نتيجة جشعها. وبكده يكون خلص ملخصنا. يا رب الملخص يكون عجبكم. تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتقولنا رأيكم في كومنتات. وكل سنة وانتم طيبين.